عن الخطوط الجويه والمطارات، انا كان دايما رايي فيه كده، وكان كل الناس لما اتكلم معاهم يقولوا لي انك غلطان. في استفتاء تم اجراؤه على شبكه الانترنت، مطار شهير اوروبي شهير فرنسي معروف باسم مطار شارل دي جول. مطار طبعا شارل دي جول الدولي في فرنسا في باريس، هو اكبر المطارات الفرنسيه، تم اختياره على انه اسوأ مطار في العالم. ده بسبب سوء تعامل الموظفين مع الركاب وعدم توافر أي معلومات دقيقة عن البوابات ومواعيد إقلاع وهبوط الطيارات. هنشوف مع حضراتكم التقرير، وأنا هتابعه بشكل يعني إيه إضافي، لأن أنا كنت دايما مقتنع بالرأي ده وما كانش حد بيسمع كلامي. هنتابعه مع بعض. هذا هو مطار رواسي الذي ينتسب لضاحية باريس الشمالية، والمعروف أيضا بمطار شارل دي جول الدولي، أحد أكبر المطارات الفرنسية، والذي نال أيضا لقب أسوأ مطار في العالم وفقا لاستفتاء أجراه موقع النوم في المطارات على شبكة الإنترنت الدولية، وهو موقع متخصص بقياس كفاءة المطارات. هناك خلل بدراسات هذا الموقع الذي يقول إننا الأسوأ. طبقا لاستطلاع لمنظمة BVA العام الماضي شارك فيه 40,000 شخص، نسبة الرضا بخدماتنا 86.5%. مطار شارل دي جول الذي نال لقب أسوأ مطار بالعالم والمؤلف من عدة محطات، يحتل أيضا المرتبة الأولى بين مطارات أوروبا بعدد الرحلات التي تحط فيه وتقلع منه، ويزيد عددها على نصف مليون سنويا، كما يأتي في المرتبة الأوروبية الثانية بعد مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، والمرتبة الثامنة عالميا في عدد المسافرين الذين زادوا في العام الماضي عن 60 مليون مسافر. أعتقد أن الأمر بحاجة لبعض التنظيم. الجميع هنا على خط واحد، لا أحد يعلم كيف يذهب وإلى أين وأين ينتظر. الخطوط متداخلة والأمر بحاجة للتغيير. مطار رواسي أو شارل دي جول، والذي يعد ثاني مطار مدني في باريس بعد أورلي، جرى تدشينه عام 1974، ويبلغ مجموع العاملين فيه 85,000 يتوزعون على 200 تخصص. وتركزت انتقادات الأشخاص الذين شملهم الاستفتاء على النقص في النظافة وجفاء العاملين في المطار وتجول المتسولين فيه. الأمر ليس سيئا بطريقة مطلقة، على الأقل هناك مقاعد، هناك أماكن أخرى توجد بها عدد أقل من مقاعد الجلوس، خاصة بالمطارات الأصغر. لكن رواسي لم يكن الوحيد في شكاوى المسافرين، بل شاركه أيضا مطار شيرميتيفون بالعاصمة الروسية موسكو في تحمل قسط منها، وحل هذا الأخير في المرتبة الثانية في لائحة أسوأ مطارات العالم، وخصوصا فيما يتعلق بنقص المقاعد والطول المرهق للممرات، وأيضا افتقاد العاملين فيه إلى اللطف في المعاملة. نحن غير معتادين على الرحلات الجوية بشكل كبير، لكن هذه المرة لا بأس، نرتاح بهذه المقاعد وننتظر الصعود على متن الطائرة. حسب هذا الاستفتاء الذي شارك فيه الآلاف من مستخدمي شبكة الإنترنت الدولية بسائر أنحاء العالم، جاء مطار كينيدي في نيويورك في المرتبة الثانية من حيث السوء بسبب مقاعده الباردة وإضاءته التي تؤذي البصر وإعلاناته المتكررة المثيرة للأعصاب. إسراء سعد، الحياة اليوم.